أنا هثير جدل بالفيديو ده. في حاجات لازم كل واحد عنده انزلاق غضروفي يعرفها. ده مهم لأنه بيساعدك تعتني بالديسكات بتاعتك أحسن، وبيساعد في الشفاء والعلاج، وبيمنع الحالة تسوء أو إن الانزلاق يزيد. في الفيديو ده هقولك كل التعليمات اللي بديها لمرضاي، وكمان هقولك إيه اللي بقى قديم وما بيتستخدمش دلوقتي، وهشرح لك نقاط مهمة، نقاط لسه لحد النهاردة بتعمل خلاف بين الدكاترة وأخصائيين العلاج الطبيعي. أيوة، أنا حصير جدل بالفيديو ده. الراجل ده مجنون. الفيديو ده متقسم لفصول، تقدر تعدي وترجع لأي جزء انت عايزه. متفقين؟ يلا نبدأ بالكلام عن التعليمات الواضحة اللي تقريبا كل الناس عارفينها، بس مهم نقولها عشان دايما في حد توجه له تعليمات غلط. لازم تشرب مية كتير طول اليوم. الترطيب مهم، لأن الأقراص اللي في عمودنا الفقري بتشتغل زي الإسفنجة. لما ما بنضغطش على الأقراص، لما بنكون نايمين أو مرتاحين، الأقراص بتمتص المية اللي حواليها. الأقراص بتفضل مرتوية وبتحتاج المية دي عشان تفضل صحية. لما ما بنشربش مية كفاية طول اليوم وما بنرطبش جسمنا كويس، الأقراص مش بتقدر ترتوي وبتتعب أو تمرض بسهولة أكتر. يعني من غير مية هتجيلك نوبات انزلاق غضروفي أكتر، وفرص إن الانزلاق يسوء أو يكبر هتكون أعلى. وساعتها هتسألني دكتور ألكسندر موتا، أنا المفروض أشرب قد إيه مية؟ إيه هو المعدل المثالي؟ هنا مفيش رقم سحري. ناس كتير بتقول إننا لازم نشرب 35 ملي مية لكل كيلو من وزن الجسم. يعني لو وزنك 100 كيلو لازم تشرب 3 لتر ونص مية. بس أنا شايف إن الموضوع أسهل وأبسط بكتير لو إحنا طورنا عادة شرب المية. دايما خلي معاك إزازة مية واشرب منها كل 15 دقيقة أو على الأكثر كل نص ساعة. ممكن تحط منبه على الموبايل أو الساعة، أول ما المنبه يرن تشرب شوية مية، الكمية اللي تحس إنها مناسبة ومريحة ليك. في وقت قصير جدا هتلاقي نفسك مش محتاج المنبه خلاص، هتبدأ تحس إنك محتاج تشرب مية لوحدك، وده هيعمل فرق كبير جدا في نهاية اليوم وفي عدد مرات الألم. هتلاحظ إنك هتحس بالألم أقل بكتير. فعلا ده حقيقي. بالنسبة للنشاط البدني، العمود الفقري بتاعنا محتاج حركة عشان يفضل صحي، وكمان يساعد في تحسين أو حتى شفاء الانزلاق الغضروفي. فبالتالي القاعدة العامة هي ابدأ أو استمر في النشاط البدني اللي بتعمله مع متابعة كويسة ومع مدرب رياضي كويس. لما تكون في أزمة ألم في المرحلة الحادة، فأكتر وقت بتحس فيه بالألم، فأسوأ مرحلة، عادي إنك توقف شوية أيام، بس أول ما الألم يخف ترجع تاني للتمارين بتاعتك أو للنشاط البدني بتاعك. المدرب الرياضي هيعرف يظبط ويعدل التمارين على حسب حالتك. عادة بنرجع بنص الوزن اللي كنا بنتمرن بيه، وكل ما نحس إننا أحسن بنزود الحمل تدريجي وبأمان. بتقلقش، مش معنى كده إنك هتخسر نص التقدم اللي عملته، هترجع تتمرن بأمان وهتلاقي نفسك بتوصل للمستوى اللي كنت عليه قبل كده أسرع بكتير. دلوقتي اللي لسه ما بيعملش نشاط بدني لازم يبدأ. ودايما بيسألوني دكتور ألكسندر موتا، المشي كويس؟ أقدر أمشي؟ أنا بطلب تدي أولوية لنشاط بدني يكون أكتر ديناميكية ويخليك تتحرك أكتر، خصوصا بحركات للعمود الفقري. فكر معايا، عمودنا الفقري محتاج يكون عنده مرونة وحركة في المفاصل، وكمان محتاج عضلات قوية عشان تخفف الضغط على الغضاريف. يعني المشي مش كويس قوي، مش هو المثالي، مش زي تمارين الحديد أو البيلاتس أو التمارين المائية أو الرقص أو السباحة، اللي هي أنشطة بتخلي العمود الفقري يتحرك بحركات مختلفة. لما بنمشي إحنا بنحرك جسمنا حركة بسيطة وبنعمل تقريبا نفس الحركة بشكل متكرر. دلوقتي لو مش متاح في مدينتك إنك تعمل نشاط بدني يكون عليه إشراف وتوجيه كويس، ولو المشي مش بيوجع ظهرك، بالعكس بيخليك تحس براحة وبيخلي ظهرك أخف، يبقى لازم تمشي. ويلا بينا. اللي عنده انزلاق غضروفي عارف إن الصبح هو أصعب وقت، ده الوقت اللي بيكون فيه الوجع أكتر، وده الوقت اللي الظهر بيتشنك فيه أكتر، وده الوقت اللي الإحساس إن الظهر متأذي بيزيد. فاكر لما قلت لك إن الغضاريف بتشتغل زي الإسفنجة؟ إنهم بيمتصوا المية
وبيبقوا مليانين أكتر وإحنا نايمين أو وإحنا مرتاحين. يعني الصبح أول ما بنصحى بيكون الغضروف أعلى ما يكون وبيكون مليان أكتر، فبيبقى أسهل بكتير إنه يضغط على العصب اللي أصلاً متضايق. أحسن حاجة ممكن نعملها إننا نجهز العمود الفقري عشان نبدأ اليوم، كأننا بنحط شحم أو بنرخي العمود الفقري عشان نتجنب الوجع أو التيبوس اللي بيحصل غالباً الصبح. في روتين، في تسلسل أنا بعلمه لمرضاي بقاله سنين. هتبدأ بالاستلقاء على بطنك، لف بهدوء من غير استعجال وخليك في وضعية مريحة ليك. في الوضعية دي هتفضل 30 ثانية تتنفس بشكل أبطأ شوية. حس بالتنفس وسيب ظهرك يرتاح ووسع لنفسك مساحة. بعد 30 ثانية هتسند على كاياك. كمل في التنفس ولسه تقدر تحرك راسك لفوق ولتحت. بص قدامك وبص لتحت. ده هيساعد غير القطنية والصدرية، هيساعد كمان العمود الفقري العنقي لمدة 30 ثانية كمان. وفي الآخر هتعمل الحركة دي. بص، حط إيديك في مستوى الكتفين وسيب رجليك بره السرير. ريح العمود الفقري وافرد دراعك لحد ما تحس براحة. أفرد وارجع تاني. هتعمل الحركة دي لمدة 30 ثانية كمان، أو هتعملها 10 مرات. الحركات الثلاثة دول كفاية جدا لمعظم الناس عشان يتجنبوا النوبات والتقفيل والإحساس بعدم الراحة والإحساس إن العمود الفقري متأذي طول اليوم. أنا حبيتها. يا سلام، هنا المعركة بتبتدي. العمود الفقري القوي مش كده، ومش بيتقوى بالطريقة دي. العمود الفقري القوي هو اللي عنده دعم وثبات. العضلات اللي فعلا بتحمي العمود الفقري بتاعنا أعمق بكتير وقريبة أكتر من العمود نفسه. عشان أكون أوضح، العضلات دي بتحرك العمود الفقري والعضلات دي بتحمي العمود الفقري. وعدم معرفة المعلومة دي بيخلي ناس كتير يعانوا من نوبات ألم في الظهر، وبتزيد عندهم مشكلة الانزلاق الغضروفي وبيسيبوا النشاط البدني. ولو ما عندكش مدرب لياقة بدنية كويس أو مدرب بيلاتس شاطر يساعدك في تقوية العمود الفقري، أنا عملت كذا فيديو قبل كده بيشرح إزاي تقوي العمود الفقري في البيت. دي سلسلة فيديوهات هسيبها لك هنا في الكارد وكمان في الوصف عشان تساعدك. تمام؟ أكيد زمان كانوا بيقولوا اللي عنده انزلاق غضروفي ما ينفعش يلبس جزمة بكعب عشان بتضغط على أسفل الظهر، وكمان ما كانش ينفع تلبس جزمة بامتصاص صدمات ضعيف عشان تحمي العمود الفقري من الصدمات. بس الكلام ده مش منطقي قوي. أولاً لأن في ناس كتير لبس الكعب أو الجزمة العالية بيساعدهم يحافظوا على الانحناء الطبيعي لأسفل الظهر. بالنسبة للناس دي لبس جزمة واطية بيزود الألم. يعني لو أنت بتشتغل واقف زي البياعين مثلاً ولو لبست جزمة واطية ده بيزود لك الألم. إزاي هقولك تلبس حاجة بتوجعك؟ يعني ممكن تلبس كعب أو جزمة عالية لو ده بيريحك، بس لازم تفهم إن ده زي العكاز كده، هتستخدمه لفترة معينة. كل ما ظهرك يتحسن هتقدر تلبس جزمة أوطى، وساعتها فعلا يبقى وقت تغير الجزمة. ثانيا، الصدمات بتساعد على تقوية الغضاريف. في دراسات كتير بتبين إن غضاريف العمود الفقري عند الناس اللي بيجروا أو بيمارسوا الجري أقوى بكتير وأصح. كمان الأحذية أو الكوتشيهات اللي فيها تبطين كتير أو نعوم زيادة بالنسبة لناس كتير مش بتديهم إحساس بالثبات، وأنا واحد من الناس دي. لما بلبس حذاء طري قوي أو ناعم قوي بحس إني ماشي على سحاب، كأني بدوس على مرتبة، وبشكل تلقائي جسمنا بيتصرف كأنه بيحاول يتوازن. وضعية الجسم تتغير وتوتر العضلات بيتغير. هم جاهزين يدخلوا في حالة نشاط ويتحركوا في أي لحظة. فدايما أفتكر تسمع لجسمك وتدور على أحذية بتريحك وتقلل الألم اللي بتحس بيه. الحذاء معمول عشان يديك راحة، زي ما بيقولوا كل واحد عارف فين الجزمة بتوجعه. أنا فهمت التلميح، خصوصا اللي بيشتغل وهو قاعد لازم ياخد فترات راحة. الأفضل إنك تشتغل 25 دقيقة وتاخد راحة 5 دقائق. بحد الأقصى
تشتغل 50 دقيقة وتاخد راحتي 10 دقائق. الناس كتير عارفة ده، بس اللي بشوف ناس قليلة بتتكلم عنه هو إن الراحة دي مش أي راحة، لازم تكون راحة نشيطة، مش إنك تقوم من قدام الكمبيوتر وتروح تقعد على الكنبة. يعني في الراحة قوم وتحرك، عبي إزازة المية واعمل الحركتين دول. وانت واقف حط إيديك ورا ظهرك عند منطقة أسفل الظهر، ويفضل إن صوابعك تلمس بعضها من غير ما تتني ركبك. هتميل لورا لحد ما تحس إنك بتتمطع وبتشد العضلات اللي قدام العمود الفقري. روح وارجع. هتعمل الحركة دي 10 مرات من غير ما تضغط على نفسك. الهدف بس إنك تحس بالتمدد من غير وجع، إحساس التمطع. عملت 10 مرات، اقعد على كرسي، ممكن يكون كرسي ثابت شوية. المهم إن ظهرك كله من أول المؤخرة، من أول العجز لحد فوق، يكون متسند على ظهر الكرسي. شبك صوابعك ورا رقبتك، حرك كواعيك لقدامه بس اتكئ. هتحس إن رقبتك بتتمدد، العمود الفقري الصدري وحتى القطني. مد لحد ما تحس إنك بتتمطع. يا سلام، إحساس حلو. وارجع تاني. هتعمل الحركة دي 10 مرات. ده مهم علشان يفك الضغط عن العمود الفقري كله ويقلل التوتر في العضلات، وكمان يخفف الشد والتوتر في الأربطة. كل واحدة أحسن من التانية. زمان كانوا بيتكلموا عن الوضعية الصح، لازم تقعد كده طول الوقت، لازم تنام كده، لازم تقعد كده وتقوم كده. بس أكتر حاجة بسمع الناس بيقولوها هي دكتور ألكسندر موتا، لو قعدت كده ساعتها الألم بيبدأ. أو دكتور ألكسندر موتا، لو نمت بالطريقة دي مش بعرف أنام. أو أنا حتى بحاول أقعد وأقوم بالطريقة دي، بس لو عملت كده ظهري بيتشنج. أنا قلت قبل كده إن ظهرنا محتاج حركة، يعني مش المفروض نقعد في وضعية واحدة بس، لازم نغير وضعيتنا من وقت للتاني، وده الطبيعي وده الفسيولوجي وده العادي لجسمنا. لو ركزت على الناس وهم واقفين في طابور مثلا، هتلاقي كل واحد بيغير وضعه. يغير الرجل اللي واقف عليها، يلف جسمه شوية على جنب، يتحرك حركة بسيطة، أو يسند على عربية التسوق، أو حتى وإحنا نايمين بنغير وضعنا كذا مرة طول الليل بشكل تلقائي ومن غير ما نحس. فهنا القاعدة هي، وانت قاعد هتعمل تغييرات بسيطة. اقعد شوية لقدام أو شوية لورا، شبك رجليك أو فكهم، سند كوعك أو الاتنين على الترابيزة. اعمل التغييرات البسيطة دي لأنها هتفرق، وهتحسن نقطة السند، وهتريح الغضاريف، وتحسن المفاصل، وكمان هتصحي عضلات مختلفة. ده بيساعد يقلل الوجع اللي بيجي في آخر اليوم وقت ما تيجي تنام أو تقوم. اعملها بالطريقة اللي بتوجعك أقل، مع أنك لما تتقلب على جنبك وتنزل رجليك بره السرير وتقعد بالراحة وبمساعدة إيديك، ده اللي بينفع مع أغلب الناس. ممكن تعدل أو تغير الترتيب وتعمل بالطريقة اللي جسمك يحسها أفضل واللي بتوجعك أقل. لحد دلوقتي تمام، فهمت لحد دلوقتي. حاجة تانية ناس كتير بينصحوا بيها غلط هي وضعية النوم. وبصراحة جودة النوم مهمة جدا لعمودنا الفقري. خلال النوم العمود الفقري بيرتاح والأقراص بتترطب وبتتغذى وبتتعالج. وهنا بقى تيجي النصايح القديمة دي. لازم تنام على ظهرك من غير مخدة تحت راسك ومخدة تحت ركبتك، أو تنام على جنبك بمخدة تحت راسك ومخدة تانية بين رجليك. أو ممنوع تنام في الأرجوحة، لازم تنام على السرير. الكلام ده كان بيتقال وهم بيفكروا بس في وضعية العمود الفقري، كأنك لازم تنام وعمودك الفقري مستقيم. بس أول حاجة إحنا بنتحرك وإحنا نايمين. يعني بالنسبة لمعظم الناس الوضعية اللي بتنام فيها في الأول، الوضعية اللي بتدخل بيها في النوم، دي مجهود على الفاضي، لأن أول ما تنام هتغير وضعيتك. تانياً اللي بيهمنا أكتر هو جودة النوم. بالنسبة لعمودنا الفقري اللي بيهم هو جودة النوم. يعني القاعدة هي اهتم تنام في الوضعية اللي مريحة ليك أكتر، سواء على السرير أو في الأرجوحة. اهتم تنام بطريقة تخليك غمض بسرعة ويكون نومك أعمق، وتصحي أقل أثناء الليل، وتصحي الصبح حاسس إنك مرتاح ونشيط. نصيحة مهمة جدا خصوصا للي عنده انزلاق غضروفي.
إنك تاخد دقيقتين قبل ما تنام وتعمل شوية حركات بتشيل كل التوتر اللي اتجمع طول اليوم واللي بيتجمع في العمود الفقري بتاعنا. ده هيساعدك تغمض بسرعة، وهيساعدك يكون نومك أعمق، وممكن كمان تصحى من غير ألم. أنا هوريك إزاي تعمل ده في الفيديو ده. هنا كل اللي عليك تعمله إنك تضغط هنا على الشاشة. ولو قدرت أساعدك النهاردة ولو اتعلمت حاجة جديدة، شارك الفيديو ده مع حد عنده انزلاق غضروف. ده كل اللي بطلبه منك. خلي الفيديو ده يوصل للي محتاجه. أنا هكتفي بكده دلوقتي. تحياتي وأشوفك في المرة الجاية.